بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضة بتاعتنا اهيت. ان شاء الله النهاردة هتبقى حلقة مهمة، حباكي تسمعيها للنهاية. بس قبل ما نخش في الفيديو، لو انتي اول مرة بتشوفي القناة عندي اتمنى طبعا تشتركي، واتمنى كمان يا حبايبي حطوا لنا اللايك وشجعوني كده ان شاء الله عشان القناة تستمر. فانزلي يا قلب اختك كده، لو عجبك الفيديو واستفدتي منه حطي لي اللايك، بالله عليكي ما تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو. بصوا حبايبي، حلقة النهارده بقى تبقى حلقة مميزة ان شاء الله. في حلقة النهارده هنوزن عمر 15 يوم، احنا كده قفلنا ال 15 يوم. وكمان هنعمل خلطة، بصي تحفة، خلطة عايزاكي تعتمديها. الخلطة اللي احنا هنعملها النهارده ان شاء الله هنشتغل فيها في زيادة الوزن، وكمان فيها فوائد لا تحصى ولا تعد. هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله في كل حاجة. بس زي ما انتوا شايفين كده اهوت يا حبايبي، بدأت كده احرك الفراخ يمين وشمال. زي ما قلت لكم في فيديو امبارح، الحركة دي لازم تعمليها مع الفراخ. الفراخ البيضة من طبعها ان هي كسولة، فانتي كده ان انتي بتنشطيهم وبتخليهم يقوموا معاكي. بصوا انا هنا كنت بشاور لكم، انا شلت ظهر البطارية كله وحتة من الجنب، علشان كان جالي سؤال بالنسبة للتهوية. شلت كده جنب البطارية اللي ورا خالص. تعالوا بس كده الأول نخش على خلطة النهاردة، وهكمل تاني الكلام ايه في التهوية ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، بدأت كده انزل بالعلف. خلطة النهاردة هتبقى حلوة جدا جدا. هقول لكم دلوقتي طبعا الخلطة دي ليها كذا طريقة، يعني انت ممكن تشتغلي معاهم في خلطة النهاردة بكذا طريقة، بس احنا هنعملها ان شاء الله بطريقة مختلفة عن ان احنا عملناها قبل كده. وفي برضو ليها زي ما قلت لكم ليها كذا حاجة. انا اهوت بدأت كده اجيب بصلة. اليومين دول انا عايزاكم تشتغلوا يا حبايبي في الطيور عندكم البصل والثوم، البصل والثوم والليمون. يعني طول ما انت طالعه بقى للفراخ البلدي، للفراخ البيضة، اعملي خلطة البصل والثوم والليمون دي للفراخ البيضة 3 مرات في الاسبوع ولا حاجة. لان زي ما قلت لكم في الشهور ديت من 1 ل4 بيكتر معاكم الفيروسات. طيب خلطة النهاردة بقى هنعمل ايه؟ هنحط البنجر او الشمندر زي ما انتم ما بتسموه عندكم اهوت. انا جبت كده نص بنجرايه، وبدأت ضربتها في الكبة بشوية مية صغيرين. وبدأت كده ان ايه زي ما انتوا شايفين كده، خدت منها معلقة كبيرة على كيلو العلف. برضو خدت بصلاية صغيرة جدا على كيلو العلف. تمام. اهوت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده بقى، تبدأي بقى تدخليها حلو جدا 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 في العلف. البنجر بقى او الشمندر فايدته ايه للطيور؟ اول حاجة بيفتح نفس الطائر معاكي على الاكل، فاتح شهية قوي من الدرجة الاولى. تاني حاجة ان هو بيجدد معاكي الدورة الدموية في جسم الطائر، فحلو جدا برضو بيخلي الطائر كده بصي محمر كده، والعرف بتاعه زي العسل. تعالوا بس كده، اللي طبعا انا كنت قايله لكم ضربت كده ايه البنجر بشوية مية صغيرين بمج اللي هو المج بتاع القهوة. تبدأي تزوديه كده، هيطلع بقى منه الخلاصة دي. هتاخدي 5 سنتي على رتل المية، 5 سنتي على رتل المية. وباقي الخلطة احتفظي بيها في التلاجة، واعملي الخلطة دي مرتين في الأسبوع، مفيش مشكلة خالص. أو ممكن بقى طبعا تطلعي للفراخ البلدي، للناس برضو اللي بتشتكي ان الفراخ عندها البلدي مش بتبيض، اعملي لهم خلطة البنجر دي حلوة جدا جدا معاكي لزيادة الايه البيض كمان. بصوا انا مش عايزة اسيب اي حاجة، فببدأ كده اخد اللي برضو معايا اللي في الكبة كده اهو، وابدأ بقى ادمج كل حاجة حلو جدا اهوت يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين لازم خلطة البنجر دي زي ما انت شايفة كده تخلي العلف معاكي لونه احمر. وبدأت اخد 5 سنتي 5 سنتي على رتل المية. حبيت ان انا اعملها لكم النهاردة بالسرنجة برضو، عشان الناس برضو اللي بتحب بالسنتي وكده. 5 سنتي على رتل المية تبدأي ان انت تحطيها ليهم اهوت زي ما انت شايفة اهو. هبدأ بقى كده هزود معايا السقاية. هرجع تاني بقى لفوائدها وبتعمل معاكي. كمان بتمنع تجلط الدم، بتجدد صفائح الدم كده عند الطيور زي ما قلتلك، بتشتغل معاهم ان هي بتجدد الدورة الدموية. وكمان بتطهر معاكي الكلى والكبد، وفيها بقى مجموعة فيتامينات وفوسفور وبوتاسيوم بصوا وحديد. بصوا يعني فيها مجموعة فيتامينات لا تحصى ولا تعد، ودي طبعا اقوى الفيتامينات هتلاقيها في البنجر او الشمندر. حاجة كمان يا حبايبي، عملوا طبعا علف لونه احمر.
فاحنا طبعا مش عايزين ندخل اي حاجه احنا ما نبقاش عارفين مصدرها ايه. فانت اعمليه العلف الاحمر ده عندك في البيت. لقوا بقى لما الفرخ بياكل اللون الاحمر ده بيلفت انتباه الفرخ فبياكل بزياده معاكي. فانت كمان ابداي اشتغلي بالوصفه دي، اعمليها لهم مرتين في الاسبوع. طبعا زي ما قلت لك منها الفرخ هيستفاد من كل حاجه فيها، ومنها ان هي كمان هتبدا تلفت انتباهه، فالفرخ بناء عن كده هيبدا ياكل معاكي كتير. طيب هرجع تاني، بصوا اهوت زي ما انتم شايفين الخلطه اهي، هبدا بقى احطها لهم يشربوا. الاحسن كده ايه، في السن ده ابدأي جوعي طيورك شوية، بحيث ان الفرخ يبدأ ياكل معاكي كده. إيه ان شاء الله في حلقة النهاردة زي ما قلت لكم كده هنوزن، إيه وهنشوف الوزن معانا هيوصل لقد ايه. إيه بصوا بقى، أنا بدأت افتح البطارية، الجزء اللي في البطارية كده من الاخر خالص، وبدأت افتح حتة من الجنب زي ما قلت لكم. يعني كل اسبوع كده ببدأ افتح حتة حتة لحد بقى ما ببدأ افتح عليهم خالص. كان جالي سؤال حلو، هو احنا امتى نحط اللمبة الموفرة؟ اللمبة الموفرة دي يا حبايبي انا ما بحطهاش الا لما الفرخ بيبدأ يكبر، وكمان ببقى متأكدة ان المكان اللي عندي ما فيهوش نسبة رطوبة عالية، فبالتالي ببدأ ان انا احط اللمبة الموفرة ليهم. فاهوت احنا لسه شغالين باللمبة الحرارية لوقتنا هذا. هبدأ كده اهوت فتحت الشباك بقى علشان التصوير يبقى واضح. اهيت يا حبايبي، بصوا الميزانة مظبوطة معاكم اهوت، مش هسرع الفيديو قوي عشان انتي برضو تبقي شايفة الوضع عندك ايه. بصي اول كتكوت معايا اهوت، او اول بقى فرخ معايا عامل 650 جرام. تمام 650 جرام اهوت. بصوا اهوت برضو ده بقى عامل 700 جرام. بسم الله ما شاء الله، الاوزان عندي عسل، الاوزان عندي جميلة جدا ما شاء الله. ده برضو 700 جرام اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ برضو هشيله وهحط واحد تاني. انا جبت شوية فراخ كده تحت بحيث ان انا ايه، اللي اشيله احط غيره. تمام هوريكم دلوقتي اهوت. جبت اهوت فراخ، ابدأ بقى اشيل ده احط كده ايه غيره كده على طول، علشان حابة برضو ان انا اشوف الاوزان. الاوزان كلها 700 650، بس ال 650 قليل جدا اهوت ما شاء الله. عمري 15 يوم ده برضو 700 جرام. الوزن معايا حلو جدا جدا، اللهم لك الحمد، زي الفل زي الفل. بصوا انا برضو هنا هوريكم حاجة عشان انتي برضو تاخدي بالك. شايفين بصوا الميزانة مظبوطة، بقول لكم السبلة بتاعتهم متماسكة خالص اهوت، ولون الحمام لون العلف يعني، ومش اسمر مش اخضر مش كلام من ده. هو اللون الطبيعي بتاع الفرخ بيبقى لون العلف بس اغمق شوية، وبيبقى متماسك كده. كده يبقى انتي ماشية تمام. كده بقى اي خلطة بتعمليها لفرخك بيستفاد بيها. طبعا انا ما غيرتش الفرشة ولا حاجة، انا لسه شغالة معاهم ما غيرناش الفرشة. ان شاء الله في الايام الجاية هنشوف هنعمل معاهم. بالنسبة يا حبايبي بقى للوزن المثالي في العمر ال15، معاكي من 450 جرام لنص كيلو، ما يقلش عن كده، وممكن يزيد بقى عن كده. قبل ما اسك الفيديو يا حبايبي بس حابة اوضح لكم برضو حاجة. بالنسبة للفيديو امبارح لما انا استعرضت معاكم العلاج ده يا حبايبي معظمه بشري، تمام. انما العلاج التاني ده كان بيطري، دوت للفراخ البلدي، عشان لو قابلك اي مشكلة تعرفي ان انتي هتجيبي علاج ايه. انما انتوا زي ما انتوا شايفين احنا مش بنستخدم اي علاج خالص للفراخ. دوت انا عملت الفيديو دوت علشان الناس اللي مش عندها صيدلية بيطرية تبدأ تجيب العلاج ده كده، اللي هو العلاج البشري بالنسبة للفراخ. انما في العموم طول ما فراخك زي الفل مفيش داعي خالص لأي حاجة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبك، بس حبيت اوضح بس المعلومة دي. مفيش داعي لاستخدام اي علاج طول ما انت الوضع عندك زي الفل. حبيت بس اوضح برضو تاني علشان يبقى انت برضو لو ما عندكيش صيدلية بيطرية تعرفي تتصرفي، وتعرفي برضو تلحقي فراخك، وتعرفي برضو العلاج اللي انت هتبدأي تجيبوه لهم ايه، وتبدأي تديلهم الجرعة مظبوطة ان شاء الله معاكي. لان ساعات مش بينفع الوصفات بالاعشاب، ساعات لازم ندخل كده معانا اي حاجة بقى سواء بشرية سواء بيطرية علشان نلحق معانا الفرخ. احنا مش بنستخدم علاج الا للضرورة، غير كده وكده لو استخدمتي كده كوقاية انت كده بتضري الكبد والكلى عند الفرخ.
ما بنحطش أي حاجة خالص طول ما الفرخ معانا زي الفل، بنستخدم أعشاب بس، لإن دايمًا باقول لكم كتر العلاج بيبوّظ الكبد والكلى. استنوني إن شاء الله في حلقة بكرة، أشوف وشكم على خير. يا رب فيديو النهارده يكون عجبِك، مع السلامة.